ياسمين عز اللي دايما بتحط نفسها محل انتقادات ناس كتير، بتتكلم عن الراجل كأنه مخلوق مفيش زيه، والست لازم تطيعه في كل حاجة، وده عرضها لهجوم كبير. لا وكمان بتنصح الستات بحاجات غريبة جدا، طبعا مستحيل هي نفسها تقدر تعمل كده. ومن ضمن الفنانين اللي انتقدوا أفكار ياسمين عز وهاجموها في وشها الفنانة فيفي عبده. ياسمين عز قالت لفيفي عبده: أنا شايفة إن الراجل أحلى حاجة في الدنيا. ردت عليها فيفي عبده وقالت: لا طبعا مش أحلى حاجة، انت نحنوحة قوي يا ياسمين، الستات كمان حلوة، وفي حاجات غير الراجل في الدنيا حلوة. أما الفنانة سلوى خطاب فكان ليها رد صعب شوية على ياسمين عز. قالت: ليا واحدة صاحبتي ليها آراء عكس آرائك كده، وطول اليوم تتكلم عن المرأة وحقوق المرأة والكلام ده كده. رحت رديت عليها وقلت لها: أنا مستنية أشوفك متجوزة علشان أشوفك متجرجرة من شعرك. وفعلا حصل، اتجوزت واتجرجرت في الريسبشن من شعرها. كفاية رومانسية بقى، هتشوفي بس ابقي فكريني لما تتجرجري. وكملت كلامها: انت بتدلعي الراجل زيادة عن اللزوم، وأنا جدتي قالتها نصيحة: بلاش زيادة، خلينا طبيعيين. من ضمن الفنانين اللي هاجموا ياسمين عز الفنان محمود العسيلي لما استضافته. قالت له: الرجالة تحب الست الذكية لكنهم بيتجوزوا الست الغبية. راح محمود العسيلي عارضها. ردت عليه ياسمين عز: سيبني أقول الكلمتين اللي بحبهم في البرنامج، انت جاي تحجر عليا؟ رد عليها العسيلي وقال: انت عمالة تقوليهم كل يوم لما تهرينا، أنا مختلف معاكي تماما. وكمل كلامه: الست الذكية حتى لو قفشت الراجل هتعرف تتعامل معاه ازاي، مش بالخناق، ممكن تجننه خالص بس في نفس الوقت هتحافظ على بيتها.